these calls, all these texts. I need a signal break. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ أنا أشرف إبراهيم. أهلا بكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا ويهم ناس كتير، وهو موضوع أبراج الاتصالات. لو بصيت حواليك دلوقتي هتلاقي إن أبراج الاتصالات بقت جزء من المشهد اليومي في حياتنا، يعني مش بس في الشوارع، لأ، ده فوق البيوت، في الأحياء السكنية، جنب الحدائق، وحتى في أماكن ما كنتش تتخيل إنك تلاقي فيها برج اتصالات. بس السؤال المهم، هل الأبراج دي فعلا خطيرة زي ما ناس كتير بتقول، ولا هي آمنة وكل ده كلام فاضي؟ خلينا نخوض في الموضوع ده سوا ونشوف الحقيقة وراء أبراج الاتصالات، وهل هي فعلا ممكن تكون سبب في أمراض زي السرطان، ولا ده مجرد إشاعات؟ يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو تعليق سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول. تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع. إيه هي أبراج الاتصالات أصلاً؟ لو عايزين نفهم الموضوع من أوله لازم نعرف إيه هي أبراج الاتصالات دي وبتعمل إيه. ببساطة، أبراج الاتصالات هي هياكل معدنية أو أبراج بيتم تصميمها علشان تدعم شبكات الاتصال زي ال 3G، 4G، ودلوقتي ال 5G. الهدف منها إنها تغطي أكبر مساحة ممكنة بالإشارة علشان الموبايل اللي في إيدك يقدر يتصل بالموبايلات التانية أو يدخل على الإنترنت. يعني من غير الأبراج دي مش هنقدر نكلم بعض ولا ندخل على فيسبوك ولا واتساب. الأبراج دي بتعتمد على إشارات أو ترددات بتطلعها، ودي بتكون عبارة عن موجات كهرومغناطيسية. الموجات دي هي اللي بتخلي الموبايل بتاعك يشتغل. بس المشكلة إن الموجات دي زي ما هنشرح بعدين في ناس بتقول إنها ممكن تكون مضرة بالصحة، وده اللي خلى الموضوع يبقى محل جدل كبير. ليه أبراج الاتصالات بقت منتشرة كده؟ لو رجعنا بالزمن 15 أو 20 سنة لورا كان عدد الموبايلات أقل بكتير من دلوقتي. يعني زمان الموبايل كان طرف، مش كل الناس كان عندها موبايلات. لكن دلوقتي تقريبا كل واحد فينا عنده موبايل، ومش بس موبايل، ده أحيانا 2 أو 3. وبسبب الزيادة الكبيرة دي في استخدام الموبايلات، شركات الاتصالات اضطرت تبني أبراج أكتر علشان تقدر تواكب الطلب. يعني لو مفيش أبراج كفاية الشبكة هتفضل تقطع والمكالمات مش هتكمل وهتبقى مشكلة. علشان كده بدأنا نشوف الأبراج دي في كل حتة، فوق العمارات، في الشوارع، جنب المدارس، في الحدائق، وحتى في الأماكن الريفية. وده طبيعي لأن الشركات عايزة توصل الإشارة لكل مكان. بس المشكلة إن الانتشار السريع ده خلى ناس كتير تسأل، طب ما الأبراج دي كتيرة قوي، مش ممكن تكون مضرة؟ وده بيودينا للسؤال الكبير، هل أبراج الاتصالات خطيرة فعلاً؟ السؤال ده بيتقسم لجزئين. في ناس بتقول إن الأبراج دي خطيرة جداً وممكن تسبب أمراض زي السرطان، وفي ناس تانية بتقول إنها آمنة تماماً وما فيهاش أي مشكلة. خلينا ناخد كل وجهة نظر بالتفصيل. وجهة نظر اللي بيقولوا إن الأبراج خطيرة. الناس اللي بتقول إن أبراج الاتصالات خطيرة وأغلبهم من القطاع الطبي أو باحثين في المجال الصحي بيستندوا على فكرة إن الأبراج دي بتطلع إشعاع كهرومغناطيسي. الإشعاع ده بيطلع بشكل مستمر، وهو نوع من الإشعاع غير المؤين، يعني مش زي الإشعاع النووي اللي بيدمر الخلايا. بس برضو هم بيقولوا إن التعرض المستمر للإشعاع ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على الصحة على المدى الطويل. إيه الأضرار اللي بيقولوا عليها؟ السرطان. في دراسات كتير زي دراسة منظمة الصحة العالمية اللي اتعملت سنة 2000 واستمرت 10 سنين في 13 دولة، بتقول إن الناس اللي بيستخدموا الموبايل بكثافة، يعني ساعة أو 2 في اليوم، ممكن يكونوا معرضين لخطر الإصابة بأورام في المخ أو العمود الفقري. وفي حالات تانية زي في الهند سنة 2003 لما بني برج اتصالات فوق عمارة سكنية، 7 من السكان أصيبوا بالسرطان في وقت قصير.
أمراض تانية مش بس السرطان، في ناس بتبلغ عن أعراض زي الصداع، اضطرابات النوم، فقدان الذاكرة، قلة التركيز، الإرهاق، آلام المفاصل، وحتى مشاكل في القلب. وفي بعض الحالات بيحصل إجهاض عند الستات الحوامل. تأثير على الأطفال. الأطفال هم الأكثر عرضة للضرر لأن أجسامهم لسه بتكبر، وممكن الإشعاع يؤثر على الجهاز العصبي أو المناعة بتاعتهم. علشان كده في دول كتير بتمنع بناء الأبراج قريب من المدارس أو المستشفيات. أمثلة من الواقع. في دراسة تانية في ألمانيا لاحظوا إن الناس اللي ساكنين قريب من أبراج الاتصالات كان عندهم نسبة أعلى من الإصابة بأمراض زي اللوكيميا، سرطان الدم، وسرطان الثدي. وفي أستراليا في منطقة سكنية بعد ما اتبنى برج اتصالات، السكان لاحظوا زيادة في أعراض زي الصداع ومشاكل النوم. واللي بيقلق الناس أكتر إن الأبراج دي موجودة وسط الأحياء السكنية، يعني جنب بيوتنا وأماكن عشنا. وده بيخلي الناس تسأل، طب لو هي خطيرة إزاي الحكومات بتسمح ببنائها؟ وده سؤال مهم وهنناقشه بعدين. وجهة نظر اللي بيقولوا إن الأبراج آمنة. على الناحية التانية في ناس وأغلبهم من العلماء ومهندسين الاتصالات بيقولوا إن أبراج الاتصالات آمنة تماماً وما فيهاش أي خطر. هم بيستندوا على إيه؟ الإشعاع غير المؤين. الإشعاع اللي بيطلع من الأبراج هو موجات مايكروويف، ودي طاقتها ضعيفة جداً، يعني ما تقدرش تسبب ضرر للخلايا زي الإشعاع المؤين، زي الأشعة السينية مثلاً. يعني ببساطة الطاقة اللي بتطلع من الأبراج دي مش كفاية إنها تدمر الحمض النووي أو تسبب سرطان. دراسات علمية. في دراسة اتعملت على أكتر من 1000 طفل مصاب بالسرطان و1000 طفل سليم. لما قارنوا بين الأمهات اللي تعرضوا لإشعاع الأبراج أثناء الحمل، ما لقوش أي ارتباط بين الإشعاع ده وإصابة الأطفال بالسرطان. يعني في أمهات اتعرضوا كتير وأطفالهم سليمين، وأمهات ما تعرضوش خالص وأطفالهم أصيبوا. بيانات منظمات كبيرة، الجمعية الأمريكية للسرطان ومنظمة الصحة العالمية بيقولوا إن مفيش دليل قاطع يربط بين أبراج الاتصالات والسرطان. حتى منظمة الصحة العالمية بتقول إن مستوى الإشعاع من الأبراج أقل بكتير من الإشعاع اللي بيطلع من الموبايل نفسه. إيه اللي بيخلي الناس مطمئنة؟ الناس اللي بتدافع عن الأبراج بتقول إن الحكومات والمنظمات بتحط شروط صارمة على بناء الأبراج، زي إن البرج يكون على ارتفاع معين، المسافة بين البرج والمباني السكنية تكون كافية، مستوى الترددات اللي بيطلع من البرج يكون في الحدود الآمنة. بس المشكلة إن الشروط دي مش دايما بتطبق في كل الدول. يعني في دول زي مصر ممكن تلاقي أبراج كتير قريبة من بعض، وده بيزود القلق عند الناس. إيه الحقيقة وسط الجدل ده؟ الحقيقة إن الموضوع لسه فيه جدل كبير. يعني لو رحت عملت سيرش دلوقتي على جوجل عن هل أبراج الاتصالات بتسبب سرطان، هتلاقي آراء متضاربة. في دراسات بتقول إنها خطيرة، ودراسات تانية بتقول إنها آمنة، وحتى العلماء نفسهم مش متفقين. فالسؤال بقى، إحنا كأفراد عاديين نقدر نعمل إيه؟ نصائح علشان تحمي نفسك. حتى لو ما كناش متأكدين 100% من خطورة الأبراج، في حاجات بسيطة نقدر نعملها علشان نقلل أي مخاطر محتملة. 1. قلل استخدام الموبايل. حاول ما تكلمش في الموبايل ساعات طويلة. لو هتعمل مكالمة طويلة استخدم هاند فري أو سماعات بلوتوث. 2. ابعد الموبايل عن جسمك. لما تكون نايم حاول ما تسيبش الموبايل جنب دماغك، خليه بعيد شوية. 3. قلل استخدام الأطفال للموبايل. زي ما قلنا الأطفال أكتر عرضة للضرر، حاول تحدد وقت استخدامهم للموبايل أو التابلت. 4. خلي بالك من الإنترنت. لو بتستخدم الواي فاي كتير حاول تبعد الراوتر عن أماكن النوم أو الجلوس الطويل. إزاي الحكومات بتتعامل مع الموضوع؟ في دول كتير الحكومات بتحط قوانين صارمة على أبراج الاتصالات. مثلا بيمنعوا بناء الأبراج قريب من المدارس والمستشفيات، بيطلبوا إن الشركات تقيس مستوى الإشعاع باستمرار، بيحطوا حدود لقوة الترددات اللي بتطلع من الأبراج. بس في دول تانية زي بعض الدول النامية القوانين دي مش دايما بتطبق، وده اللي بيخلي الناس تحس إن في إهمال. يعني لما تلاقي 3 أو 4 أبراج في نفس الشارع أكيد هتحس إن في حاجة غلط. الخلاصة،
في النهاية زي ما قلنا مفيش إجابة نهائية تقول إن أبراج الاتصالات بتسبب سرطان أو إنها آمنة 100%. الدراسات لسه مستمرة والجدل لسه موجود، بس اللي نقدر نعمله كأفراد هو إننا نكون حذرين. قلل استخدام الموبايل، خلي الأطفال بعيد عن الإشعاع قد ما تقدر، ولو عايش جنب برج اتصالات حاول تتابع أي أعراض غريبة وتراجع دكتور لو حسيت بحاجة مش طبيعية. ولو عندك سؤال أو استفسار عن الموضوع سيبه في الكومنتات وهنحاول نجاوب عليه في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.